جالي مريض كبير في السن وشخصناه ان عنده تسمم في المفصل او خراج بمفصل الركبه. يا ترى ده نعمل له ايه؟ ده عيان اصيب من 3 او 4 ايام بكدمه في ركبته وما عالجهاش صح فورمت، والورم ده قلب بصديد. اولا طالما لسه ما وصلش، ما بيسخنش جامد او ما فيش درجه حراره عاليه فيه، بنديله مضادات حيويه مناسبه ونعمل فحوصاتنا في خلال الفتره دي اللي هي عباره عن اكس راي نطمن ان الخبطه مش عامله شرخ في المفصل، ونعمل له موجات صوتيه على المفصل، والموجات الصوتيه بتدينا التهاب صدري. نديله علاج لمده 3 ايام، علاج انتبيوتيك كويس، مضادات للالتهاب والتورم، ونديله مسكن وخافض للحراره. بعد ال3 ايام نعمل له الفحص تاني، لقينا الالتهاب الصدري ده ما قلش، ونعمل له تحليل صوره دم والسي ار بي والاس ار. في الاول بيبقوا عاليين، السي ار بي والاس ار عاليين، صوره الدم بيبقى فيها كرات الدم البيضاء عاليه، ونعمل له التحليل ده تاني بعد العلاج ب3 ايام. لقيناهم ما نسبوش، يبقى مضطرين ان احنا نتدخل جراحيا ونعمل تفريغ للمفصل. عافاكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.